لو ركزت شوية بس على تفاصيل حواليك ممكن تكتشف مصايب. احنا في عالم مستور مكشوف. في بداية التسعينات كان اسم عادل بيه المنشاوي مرادف للكرم، راجل شيك ساكن في فيلا منعزلة بأسوار عالية، ومعروف عنه إنه راجل خير. كان بيعزم ناس بسيطة، المحصل بتاع الكهرباء أو حتى السباك اللي جه يصلح حاجة عنده يدخله يقعد معاه يشربوا الشاي، والمنشاوي يضحك معاه ويحسسه إنه ملك. بس الغريبة إن الناس دي حياتهم كانت بتتغير بعدها. جيرانهم بيقولوا سافروا سكنوا في مكان أحسن، أو ببساطة محدش شافهم تاني. ما كانش فيه شكوك، لان مين هيشك في المنشاوي، الراجل اللي سيرته وتبرعاته للجمعيات الخيريه مغرقه الدنيا. بس سنه 1994 المنشاوي وعيلته فجاه اختفوا من البيت، واتعرض البيت عن طريق شركه عقارات للبيع، ونشروا رسم كروكي لتصميم الفيلا في جورنان الاهرام عشان المشترين والمستثمرين الراغبين في شراء البيت، عشان الرسم ده يبقى هو اكبر لغز يلفت نظر الناس لطبيعه البيت. بتظهر نهى صحفية شابة في قسم الحوادث، وبيقع عينها على الرسم ده أثناء وجودها في الجورنال. نهى كانت من الناس اللي مهتمية بحاجات ما وراء الطبيعة والحاجات الغامضة واللي فيها ألغاز، ولأنها ذكية نهى بصت للتصميم واستغربت. ندهت زميلها المصور مجدي وقالت له: بص كده على خريطة البيت ده، الممرات دي بتلف حوالين بعضها ليه؟ والحيطان دي سميكة كده ليه؟ بص في نص البيت في مربع فاضي ملوش أبواب ولا شبابيك، دي مساحته تشيل أوضة كاملة. والغريب إنك عشان توصل للحمام ده اللي في الدور الأول محتاج تلف اللفة دي كلها لفة كاملة عشان توصل. مفهوم إن الحمام لازم يكون متداري، لكن ده حمام الضيوف، عادي إنه يكون موجود قريب من صالة الضيوف. مجدي بيرد وبيقول ممكن يكون التصميم ده معمول كده عشان يطلع البيت بشكل راقي بعيدا عن أي شكل غير حضاري يشوه التصميم. نهى بترد: لا أنا مش حاسة كده، أنا حاسة إن البيت ده متعمد يكون بالشكل ده، كل حاجة تبقى بعيدة عن العين حرفيا لهدف تاني، مش بس لمجرد إنه ما يكونش مشوه الشكل الحضاري والتصميم بتاع البيت. مجدي بيرد بكل غرابة: أنت ليه مركزة كده؟ أنت شكلك بتشوفي قصص رعب كتير، الموضوع عادي يا نهى، ممكن يكون أصلا خطأ في التصميم، أو الغرفة اللي في النص دي تكون مثلا جدار موصل عليه البيت، عمود يعني عمود البيت، والحمام أنا مش شايف فيها أي مشكلة. ردت نهى: لا في مشكلة، إن الحمام ده في الدور اللي زيه في الدور التاني في مكان قريب من الغرفة، بل مكشوف عليها. يعني معقولة يكون مش عايز يشوه المنظر الحضاري تحت بس يشوهه فوق؟ لما فكرت في نفس الموضوع لقيت ان الموضوع برضه محير. فانا تخيل قدامنا كده خريطة البيت ده، الضيف دخل من الباب، بعد غرفة الاستقبال دخل الى الصالون، بعد ما قعد وخد ضيافته وحب ان هو يريح شويه دخل الى غرفه النوم، وبعد ما دخل لغرفه النوم محتاج ان هو يروح الحمام، يحتاج ان هو يمشي في الممر الطويل ده لحد ما يوصل للمنطقه اللي فيها الحمام. ايه اللي يخليه يعمل الضيف بالطريقه دي في حين ان مفيش اي شبابيك لا في غرفه الضيف ولا في الحمام ولا في الممر؟ يعني الضيف اللي دخل كانوا دخل ومحدش يعرف ان هو جوه. في تاني يوم نهى بترجع المكتبة وبتروح لأرشيف الجرايد، وبدأت تراجع الأرشيف في أرشيف حوادث في نفس مكان البيت، بيت المنشاوي بيه، وبتفتح ملف المفقودين لقت إن في 7 أشخاص اختفوا في ظرف سنتين، والرابط الوحيد بينهم إنهم كلهم كان ليهم زيارات لبيت المنشاوي، سواء كانت إصلاحات أو علاقات، زيارة الأماكن المحيطة ببيت المنشاوي لأي أسباب أخرى. وبدأت تتخيل هنا نهى ممكن إيه اللي يكون حصل جوه البيت. الضيف بيتعزم وبعدين بعد ما ياخد قعدته ويعوز يروح الحمام لأي ظرف يروح الحمام واللي في اخر الطرقه، الحمام اللي مش مكشوف نهائيا، وبعدين وهو جوه يدخل عليه حد من الباب التاني، الباب اللي ظهره للي واقف جوه الحمام، ويقوم بقتله. نفترض ان ده اللي بيحصل، الجثث بتروح فين؟ مفيش مكان لخروج الجثث بالسهوله دي. مجدي بيدخل في الوقت ده وبيلاقي نهى فاتحه ملف المفقودين لمنطقه بيت المنشاوي، وبيقول لها: تاني يا بنتي انت مش هتشوفي شغلك وتسيبي بقى القصه دي؟ رسم كروكي ايه اللي انت عماله تجري وراه؟ ردت نهى برعب: لا يا مجدي، الممرات دي متصممه عشان حد يتحرك فيها من غير ما الضيف اللي قاعد في الصاله يشوفه، البيت ده مش سكن، البيت ده مصيده. مجدي ضحك وقال لها: يا نهى بلاش خيال صحفي، هتلاقيها اوضه خزين او المنشاوي بيحب الخصوصيه. ردت نهى: البيت ده مش عادي، بقول لك ايه انا هروح واشوفه. وهنا مجدي بيرد ويقول لها: يا مجنونه، ولما تروحي وتشوفيه هتقولي لهم ايه؟ عايزه اشتري البيت؟ بتقول له: اه هروح على اني مشتريه وفي نفس الوقت اكتشف المكان، عايز اعرف الفراغ اللي في النص ده بتاع ايه بالظبط، انا هتجنن واعرف. مجدي هنا بيسكت شويه وبعدين ما بيلاقيش حاجه غير انه يقول لها: خلاص انا هاجي معاكي. بعد اتفاق نهى مع السمسار بتوصل البيت وبتدخل هي ومجدي بحجة انهم مشترين، وهم ماشيين في الممرات نهى لاحظت ان الحيطان مدهونة طبقات فوق بعضها كأنها بتداري حاجة، طبقات غليظة وكأنها كاتمة للصوت. وبيلفت نظرها هنا طرقة طويلة اللي في كروك رسم البيت. الممر بالرغم من ان البيت كله جديد الا ان الممر ده الوحيد اللي مش متشطب، ودي علامة استفهام جديدة. هل الناس كانت ساكنة فيه كده؟ الممر كان ضلمة غريبة، ريحة الرطوبة والتراب تخنق. وقبل ما تقرر تدخل بيقطع السمسار افكارها وهو بيقول: ما تقلقيش يا هانم،
الجدران دي مدهونه والممر ده احنا هنشطبه. اصل صاحب البيت كان حاطط خشب زان، خشب تقيل كده وغالي، خده معاه وهو ماشي، بس ان شاء الله هنشطبه زي ما انت عايزه. اما بقيه الشقه فلا فيها جروح ولا شقوق في الجدران ولا اي حاجه، وتقدري تشيكي بنفسك. وهنا نوع بتفهم ان هي مش هتعرف تكتشف حاجه طول ما السمسار ده موجود، فبتقرر هي ومجدي انهم يمشوا ويجوا تاني، بس المره دي هيكونوا لوحدهم. بيرجعوا بالليل تاني للمكان، التوقيت الفجر. بتتسلل نوع هي ومجدي وبيدخلوا البيت اللي كانت بيبانه مفتوحه لانه معروض للبيع اساسا، مفيش حاجه جواه في منطقه صحراويه. بيروحوا تاني تجاه الممر. البيت مرعب واحساسك جواه مخنوق طول الوقت، غير مريح ابدا. نهى بتلمس الجدران وفعلا بتلاحظ ان زي ما يكون الجدار قبلكاش، وبتسمع صوت هوا كأن في فراغ وراه، وبتتفاجئ ان في حاجه اسفل الجدار زي ما يكون ثقب، وبتقرر ان هي تمد ايدها وتلمسه، وفجأة بيفتح الباب. انفتح باب سري ضيق جدا. مجدي ولع الكشاف ودخلوا قلوبهم بالضوء. كل ما قربوا من الحقيقه وبيكملوا مشي، الممر ريحته بتزيد، زناخه ودم قديم. وفي نهايه الممر بيلاقوا اوضه حديديه ليها فتحات صغيره جدا وقفل كبير. وهنا بتحاول نهى تفتح القفل اللي بيتقسم نصين بمجرد ان هي تشده، بس هو ده بسبب الصدى، وبيقع على الارض. وصوت سلاسل مرعب من الداخل بيتفك، وبتقع هي كمان على الارض وبتتسمع. السلاسل دي كانها كانت بتنده عليهم عشان تحكي لهم ماضي البيت المستخبي بين جدرانه. رسوم على الجدار لليد اليسرى ومكتوب جئت الى الحق. رسوم على الجدار شكلها غريب وحاجات شكلها اعجب جوه. اول ما بيزقوا الباب وبيفتحوه، دخلوا الاوضه السريه ما لقوش المنشاوي اللي الكل اجمع ان هو وعيلته اختفوا، لقوا كابوس تاني. المنشاوي ما كانش غير سمسار لمافيا خفية اللي اتعرف بعد كده اسمها باليد اليسرى. الأوضة كان فيها سرير حديدي ومعدات جراحية بدائية. ويبص مجدي لتحت عشان ياخد باله من باب حديدي، وبيقرب منه عشان يفتحه. القبو. اكتشفوا المقبرة، جثث الناس البسيطة اللي دخلت البيت. مجدي صرخ وهو بيشاور بالكشاف: نهى بص على ايديهم. كل الجثث كانت كاملة الا حاجة واحدة بس، اليد اليسرى مقطوعة من عند راس الايد بآلة حادة. الصدمة الاكبر ما كانتش في المقبرة بس، مذكرات لقوها في الاوضة كانت بتحكي عن الوحش الحبيس، شخص جردته المافيا من انسانيته، كان بيعيش جوه الاوضة دي. المنشاوي بيحبسه ويجوعه، ولما الضيف يدخل الوحش بيخرج من الممرات السرية، يخلص عليه وياخده ويقطع ايده اليسرى ويديها للمنشاوي عشان ينفذوا العهد اللي محدش عارف كان هو ايه بالظبط، لانه ما ذكرش ده في مذكراته اللي كان بيكتبها كدليل يدين بيه المافيا. المنشاوي كان مجرد فاترينا. المنشاوي يقبض الثمن قصاد حدوث جرايم داخل بيته السخي بالعطاء امام الناس، بينما هو الشيطان الاعظم في كامنه. الحدوته بتخلص ونهى واقفه قدام البيت، والشرطه بتدخل المنزل وهي بتبص لايديها الشمال وبترتعش. الشرطه فشلت في الوصول لشخصيه المنشاوي بيه اللي اختفى تماما من الوجود. وهنا بنرجع بعد سنة، ونهى دلوقتي بقت رئيس القسم وبتقرأ الجرايد، وفجأة بتلاقي رسم كروكي جديد لبيت معلن عنه للبيع. وبتنصدم نهى لما بتلاقي رسم كروكي البيت هو نفس الرسم للبيت اللي كان بيسكنه المنشاوي قبل كده، بيت تاني في منطقة تانية. وده معناه إن اللعبة لسه ما خلصتش. هنا بنشوف المنشاوي وهو قاعد في منطقة جديدة باسم ومهنة جديدة. فاضل باشا صاحب شركات توظيف للخارج، لابس بدلة شيك وبيعزم ضيف جديد على الشاي، وبيقول له ما تقلقش، بات النهاردة عندي، خد دشك، حمام عندنا راحة حقيقية. اليد اليسرى.